الاستمرار في القمة. الشخصية هي اللي بتخليك توصل للقمة وتفضل هناك. داريل ستروبري ومايك تايسون ومارتينا هنجيس وصلوا للقمة بس ما استمروش فيها. هل علشان كان عندهم مشاكل شخصية أو إصابات؟ أيوة، بس في أبطال كتير غيرهم اتعرضوا لكده وبرضه رجعوا ووصلوا للقمة مرة تانية. بين هوجان اتصاب في حادثة في أتوبيس واتدمر جسديا، لكنه رجع للقمة تاني. المدرب جون وودن بيقول: أنا مؤمن إن الموهبة بتوديك للقمة، بس الشخصية هي اللي بتخليك تفضل هناك. سهل جدا تفتكر إنك تقدر تشغلها أوتوماتيك من غير استعداد مناسب علشان تفضل شغال بنفس القوة أو حتى أكتر لما توصل للقمة. ده محتاج شخصية حقيقية. لما تقرأ عن لاعب أو فريق بيكسب كتير، افتكر دايما إن هم عندهم شخصية أكتر من الموهبة. تعالوا نبص بنظرة أعمق على معنى الشخصية وإزاي عقلية القابلة للتطور بتخلقها. ستيوارت بيدل وزمايله درسوا إزاي الشباب بيشوفوا قدراتهم الرياضية. الناس اللي عندهم عقلية ثابتة كانوا بيعتقدوا في جمل زي إيه: عندك مستوى معين في الرياضة ومش هتقدر تغيره، أو مثلا عشان تكون كويس في الرياضة لازم تكون مولود بالمستوى ده. لكن الناس اللي عندهم عقلية قابلة للتطور كانوا بيوافقوا على جمل من النوع: مستواك في الرياضة هيتحسن دايما لو اشتغلت أكتر، وعشان تنجح في الرياضة لازم تتعلم مهارات وتقنيات وتتمرن عليها باستمرار. اللي عندهم عقلية قابلة للتطور هم اللي بيظهروا إن عندهم شخصية أكتر أو عندهم قلب. دول هم اللي عندهم عقل الأبطال. أقصد إيه بالكلام ده؟ تعالوا نبص على نتائج البحث اللي عملها الباحثين دول في مجال الرياضة ونشوف إيه معنى النجاح. النتيجة الأولى: الناس اللي عندهم عقلية قابلة للتطور كانوا بيشوفوا النجاح في إن هم يعملوا أقصى ما عندهم ويتعلموا ويتطوروا، وده بالظبط اللي بنشوفه في الأبطال. جاكي جوينر كيرسي بتقول: بالنسبة لي متعة الرياضة عمرها ما كانت في الفوز أو المكسب. أنا بفرح بنفس القدر سواء بالمجهود أو بالنتيجة. مش فارق معايا أخسر طالما أن أنا شايفة أن في تحسن أو حسيت أني عملت كل اللي أقدر عليه. ولو خسرت برجع تاني للمضمار واشتغل أكتر. الفكرة دي إن النجاح الشخصي هو إنك تبذل أقصى جهد علشان توصل لأفضل نسخة من نفسك. كانت في صميم حياة جون وودن. هو نفسه بيقول: في ماتشات كتير جدا جابت لي نفس السعادة اللي جابها لي ال10 ماتشات النهائية اللي فزنا فيهم ببطولات قومية، وده ببساطة لأننا كنا مستعدين كويس ولعبنا بأقصى مستوى نقدر عليه. تايجر وودز ومايا هام كانوا من أشرس المنافسين اللي عرفناهم. هما بيحبوا الفوز طبعا، بس اللي كان فارق معاهم أكتر هو المجهود اللي بذلوه حتى في المرات اللي ما كسبوش فيها، وكانوا فخورين بكده، على العكس تماما من ماكنرو وبين اللي ما قدروش يحسوا بالفخر ده. بعد بطولة الماستر سنة 1998 وودز كان محبط جدا لأنه ما قدرش يعيد الفوز اللي حصل السنة اللي قبلها، بس كان حاسس بالرضا لأنه خلص ضمن أول 10، وقال: أنا عصرت المنشفة لآخر نقطة فيها الأسبوع ده وفخور جدا إني صمدت للآخر. أو بعد بطولة البريتش أوبن اللي خلص فيها وكان ترتيبه الثالث، وقال: ساعات بتحس برضا أكتر لما بتطلع بنتيجة كويسة وانت أصلا مش في أفضل حالاتك، أو الإحساس بضربتك ما كانش تمام. تايجر طموحه ضخم جدا، هو عايز يبقى الأفضل ويمكن يبقى أفضل حد في التاريخ، بس إني أبقى أفضل نسخة من نفسي هو ده الأهم شوية. مايا هام بتقول: بعد كل ماتش أو تدريب لو خرجت من الملعب وانت عارف إنك اديت كل اللي عندك هتكون دايما كسبان. ولما سألوا ليه الناس حبت الفريق بتاعهم
قالت لهم الناس شافت إن إحنا فعلا بنحب اللي بنعمله، وادينا كل حاجة لبعض، والكل ماتش لعبناه. أما الناس اللي عندهم عقلية ثابتة، النجاح بالنسبة لهم هو إثبات إنهم أعلى من غيرهم بكل بساطة، يعني يثبتوا إن هم حد يستاهل وسط ناس ملهمش قيمة. ماكنرو نفسه بيقول كده، كان في وقت وهو هعترف بده دماغي كانت كبيرة لدرجة إنها بصعوبة كانت بتعدي من الباب. طيب فين الكلام عن المجهود أو الأداء الشخصي الأفضل؟ مفيش. هو بيقول في ناس مش بتحب تتمرن، عايزين بس يطلعوا ويأدوا، وفي ناس تانية بتحب تتمرن 100 مرة قبل كده. أنا من النوع الأول. خلي بالك، في العقلية الثابتة المجهود مش حاجة تفتخر بيها، ده بالعكس بيخلي الناس تشك في موهبتك. طيب يعني إيه الفشل؟ النتيجة التانية، الناس اللي عندهم عقلية قابلة للتطور بيشوفوا الانتكاسات محفزة، بتعلمهم وبتفوقهم. مايكل جوردن مرة واحدة بس حاول يتراخى، كانت السنة اللي رجع فيها للبولز بعد ما لعب بيسبول وتعلم الدرس. الفريق خرج من البلاي اوفز وقال ما ينفعش تسيب وترجع، انت متخيل انك هتسيطر على اللعبة تاني؟ من دلوقتي هكون مستعد جسديا وذهنيا. وكلامه طلع صح. في ال3 سنين اللي بعد كده الفريق كسب لقب ال NBA. مايكل جوردن كان بيواجه فشله في إعلان مفضل له مع نايكي، بيقول ضيعت أكتر من 9000 تصويبة وخسرت حوالي 300 ماتش، و26 مرة اتطلب مني اخد تصويبة الفوز وضيعتها. بس تقدر تكون متأكد انه رجع بعدها واتمرن على التصويبة دي 100 مرة. طيب شوف كريم عبد الجبار نجم السلة الكبير عمل ايه لما اتحاد الكلية منع ضربته الشهيرة الدنك، واللي رجع بعدين رجعوها تاني. كتير افتكروا ان كده خلاص مش هيكمل في طريقه للمجد، بس هو اشتغل ضعف المجهود على تطوير ضرباته، زي التصويبة على اللوح والسكاي هوك والتيرن اراوند جامب شوت. هو امتص العقلية القابلة للتطور من المدرب وودن واستفاد منها كويس جدا. في العقلية الثابتة الفشل بيكون حكم نهائي عليك. ماكنرو ما كانش بيستحمل فكرة الخسارة، والأسوأ من كده إنه يخسر قدام حد يعرفه، يعني صديق أو قريب. ده بالنسبة له بيخليه أقل تميز. مثلا كان بيتمنى بقوة إن أعز أصحابه بيتر يخسر في النهائي في ماوي بعد ما بيتر كسبه في دور قبل كده. كان نفسه لدرجة إنه ما قدرش يتفرج على الماتش. ومرة تانية لعب قدام أخوه باتريك في نهائي في شيكاغو وقال لنفسه يا رب لو خسرت قدامه خلاص هنط من برج سيرز. شوف الفشل حركه ازاي. سنة 1979 لعب ميكس الدبلز في ويمبلدون وملعبش تاني الزوج المختلط لمدة 20 سنة. طيب ليه؟ هو وشريكته خسروا في 3 أشواط ورا بعض، وقال دي كانت أقصى إهانة، وقلت خلاص مش هلعب تاني، مش قادر أتحمل ده. وفي سنة 1981 اشترى جيتار ليزبول، جيتار اسود فخم، وفي نفس الاسبوع راح شاف بادي جاي بيغني في شيكاغو. بدل ما يتحفز يتعلم او يتمرن رجع البيت وكسر الجيتار تماما. وسيرجيو غارسيا نجم جولف تاني عنده نفس مشاكل العقلية. عمل ايه مع الفشل؟ لما ظهر كان شكله واعد جدا وضرباته ممتازة وشخصيته لطيفة. الناس شافت فيه نسخة شابة من تايجر وودز، بس لما مستواه نزل وسحره اختفى قعد يطرد الكاديات واحد ورا التاني، وكل مرة يلومهم على أي حاجة بتحصل غلط. مرة اتزحلق وغلط في ضربة، قال إن السبب هو الشوز ورمى الشوز من رجله وحدفه بعيد، وللأسف كان هيصيب الحكم. النوع ده من الحلول العبقرية هو أسلوب العقلية الثابتة في التعامل مع الفشل.